زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت، المستهلكين والمنتجين بيتفاعلوا بشكل دائري مع بعضهم من خلال السوق. التدفق الدائري بيمشي بالطريقة دي. العائد اللي بيحصل عليه المنتجين من خلال مبيعاتهم للمنتجات في الأسواق بيدفعوه للموارد المستخدمة من خلال سوق الموارد، والدخل اللي بيحصل عليه اللي بيبيعوا الموارد في سوق الموارد بيستعملوه لشراء حاجات تانية من سوق المنتجات. بالمختصر، الفلوس بتفضل تلف ما بين المنتجين والمستهلكين من خلال أسواق الموارد والإنتاج. مثال بسيط: الكاشير اللي في السوبر ماركت خد 10 جنيه مقابل بيع فرشة أسنان. عملية تصنيع وبيع الفرشة جزء من عمليات التبادل التجاري في أسواق المنتجات في نظامنا الاقتصادي. إيه اللي بيحصل للعشرة جنيه اللي اشترينا بيها الفرشة؟ هندفع منها مرتب الكاشير. الكاشير هياخد جزء من المرتب ده يشتري بيه سندوتشات فول وطعمية من كاشير تاني في محل تاني، وبكده تدخل في مرحلة تانية من مراحل أسواق الإنتاج، وتفضل مكملة في مراحل بعدها زي مرتب الكاشير بتاع محل الفول، وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا في الاقتصاد في منتجات تانية غير فرش الأسنان والفول. التدفق المستدير بيشتغل بنفس الطريقة مع ملايين المنتجات وملايين المنتجين وملايين المستهلكين. وبكده نبقى خلصنا الحلقات دي من كورس الاقتصاد، ونشوفكم تاني في كورس الاقتصاد الجزئي.